مصر. انا دكتور جميل منوره كده يا فندم، واعتذر لك على التقديم. معايا العميد المحترم الاستاذ الدكتور احمد بيه الانور، الاستاذ الدكتور احمد السقا، معالي الوكلاء الدكتور نادر، الدكتوره عبير، الدكتوره رانيا فين؟ رانيا، اساتذتنا الافاضل اعضاء هيئه انستيتوت الطب، الدكتور عبد الرؤوف والزملاء الافاضل كلهم، ولادي طلبه حبايبي، ربنا عز وجل يبارك في عمركم جميعا. ببارك لكم مليون مره على التخرج، ربنا عز وجل ينفع بيكم ويجعلكم يا رب كده ان شاء الله سبب في سعاده كل اهالينا في مصر، ويجعلكم دائما وابدا رسل محبه وسلام وطمانينه زي ما قال الدكتور احمد. الناس بتحتاج لكم في وقت الشتاء وان شاء الله تكونوا قدها واهلها. انا عارف ان انتوا الدفعه الاولى اللي كنتوا فولنتيرز اللي هم بيلبسوا في الحيطه في 5+2 عذبتنا شويه اللائحه دي لغايه لما بقينا ادابتد معاها، يعني تعايشنا معاها شويه. استحملت ضغط المقررات الدراسيه من 5 ل 6 ل 5، لكن هكذا تكون الشدائد يعني والجنة. ببارك لكم مره ثانيه وثالثه، وبشكر اهاليكم اللي منورينا في الجامعه. ولينا ملحوظتين ونصيحه. الملحوظه الاولانيه ان السنه دي الدفعه ديت يعني تشير اب كده زي ما بيقولوا الانجليز، ان 5+5 مش كده؟ 5 فاول مره من فتره طويله ان السجان تعادلوا مع البنات في ال10 الاوائل، وان كانت الاولى نورا مكسراتهم يعني، لكن هي تستحق بصراحه يعني. وحاجه غريبه في طب، السنه اللي فاتت كانت الاولى بنوته وشاعره واديبه، والسنه دي نورا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يحفظها ويبارك في عمرها ويبارك للاسره المحترمه اللي ربطها، ويرحم والدها ويسكنه فتيح جناته. واعتقد ان هو النهارده سعيد بيك يا بنتي، ربنا عز وجل يجعلك ان شاء الله كده في مكانه كده تستحقيها، ونشوفك ان شاء الله رئيس جامعه قريب ان شاء الله. الملحوظه الثانيه ان انتوا مبتسمين قوي في الصوره يعني. ده انتوا هتشوفوا ايام صعبه. انا مش عارف الضحك ده والابتسامه دي على ايام دكتور نادر يعني. ما انضربوش لسه في الطوارئ دول ولا شافوا حاجه مش كده؟ لا طبعا محدش يقدر يوصلكم، انتوا شرف للبلد كلها وقيمه المجتمع زي ما قال الدكتور احمد، لكن حاليكم على المرضى طولوا بالكم عليهم وتقبلوا النقد بصبر رحب، لان الناس بتحتاج لكم في وقت الشده. النصيحه المسرح مكتظ كويس، هيبقى التكريم بسرعه. تقول لا وعشان خاطر المره الاكتر انا هقول كلمه ثانيه. انا بسببكم وبسبب اللي حصل في قدام الكليه هفنى تماما اي حفله في الجامعه. وما تعرفوش